اخطر حاجة ممكن تعمليها في ابنك مش الضرب ولا الصريخ، اكتر حاجة انك تكسريه بالكلام وهو ساكت، طبعا من غير ما تاخدي بالك. كلمة كده قدام الناس، نظرة تقليل، هزار تقيل شوية، بتفضل جواه بالسنين. عشان كده لو عايزة ابنك يسمع كلامك بجد، ابدأي بحاجة بسيطة جدا. ادعيله وهو سامعك، مش في سرك ولا وهو نايم. خليه يسمعك وانت بتقولي يا رب احفظ ابني، يا رب خليه ناجح وسعيد، يا رب اكبر بخاطره دايما. وبعدين بصيله وقوليله انا فخورة بيك، انت حاجة كبيرة قوي قوي عندي. ما تتخيليش الكلام ده بيعمل ايه جواه. الطفل اللي بيسمع امه وهي بتدعيله مستحيل يحس انه لوحده. وخلي بالك بقى من اللي جاي ده عشان ده مهم قوي قوي. بلاش ابدا تتكلمي عنه وحش قدام اي حد، حتى لو هزار، وخصوصا قدام اصحابه. لما تقولي عليه ده غلبني، ده مش بيسمع الكلام، انتي كده بتهدي صورته قدام نفسه. وكمان اوعي تسمحي لأي حد يقلل منه، حتى لو قريب منكم. دافع عنه، خليه يحس انك ظهره. الطفل اللي امه بتدعيله وبتتكلم عنه كويس وبتدعمه، ده طفل هيكبر وهو واثق من نفسه، وبيسمع كل كلام الدنيا من غير ما يتكسر. جربي كده النهاردة، ادعيله بصوت مسموع وقوليله كلمة حلوة من قلبك، وشوفي الفرق بنفسك. وكمان خلي بابا يقول زيك، انا فخور بيك، انا بحبك. الطفل لما يسمع الكلام ده من الاب والام، ثقته في نفسه بتزيد ومستحيل اي حاجة تكسره. ده مش خوف، ده حب، وبداية ثقة حقيقية اللي هتخليه يسمع كلامكم من قلبه، ويكبر وهو واثق ومطمن. ادعي، شجعي. الكلمة الحلوة اللي الطفل بيسمعها ممكن تغير كل حياته. جربي دلوقتي وراقبي الفرق بنفسك. اكتبيلي في الكومنتات الفيديو ده فرق معاكوا ازاي، وغير ايه في التعامل مع طفلك.